بيبدأ الفيلم من جوه حفلة تخرج للثانوية العامة، وبنشوف دينيس اللي بيحب زميلته بيس جدا، وبيكون محضر كلمة عشان يقولها في حفلة التخرج لبيس. وبيجي دور المتفوق دينيس عشان يقول الكلمة، فبيستجمع كل قوته وبيعترف قدام الناس كلها بحبه لبيس. وكل الناس بتتفرج وبتكون بيس مكسوفة جدا، والناس كلها بتكون مستغربة من كلام دينيس لأنه بيكون جريء أوي وبيعترف بحبه لبيس، وبيفضل يتريق على باقي زمايله. فالمدرسة بتقطع الكلمة بتاعته وبتقوله كفاية. بعدها بيسو بتيجي تقف مع دينيس وبتقوله ان هو كان السبب في احراجها جدا، ودينيس بيعزم بيس على حفلة، فبتوافق بيس وبيديها دينيس العنوان. بعدها بيدخل عليهم كيفن واصحابه، وبيكونوا لابسين زي عسكري لانهم طلبة في مدرسة عسكرية. فبيمسك كيفن دينيس من قفاه وبيقوله هو قال عليه كده ليه. وبتيجي المدرسة وبتلحق دينيس قبل ما كيفن يضربه، وبيروح البيت دينيس هو وريتش، وبيبدأوا يجهزوا الحفلة اللي عزم فيها بس. وبيجي أبوه وأمه، وأبوه وأمه بيكونوا عايزينه يتبسط ويبقى شاب طبيعي، وأبوه بيطلع له إزازة شمبانيا مشبرة من التلاجة ده مخصوص للحفلة، وأمه بتظبط له اللبس بتاعه وبتمنوا له حظ كويس. وبيطلع دينيس وريتش بره البيت عشان يستنوا بس، وبيلاقوا جايب العربية ومعاه صاحباتها جيني ودريس، وبيكون سواقة بس متهورة جدا، وده طبيعي لأنهم كلهم لسه في ثانوي. فبينزلوا البنات من العربية وبيدخلوا بيت دينيس، لكنهم بيتفاجئوا إن مفيش حفلة وإن هما بس اللي معزومين. فبتيجي البيس تليفون من كيفن، وبتكون مش عايزة تقول لكيفن على مكانها، وكمان بتطلب منه إنه يبطل يتجسس عليها بالجي بي إس لأنها كده حاسة إن هي ما عندهاش أي خصوصية. في الوقت ده دينيس بيحاول يفتح إزازة الشمبانيا وبيتعور صباعه، ولكنه بيحاول يفتحها تاني، فبتضرب في وشه وبيقع على الأرض. فبتجري عليه بيس وتجيب حاجة متلجة عشان تحطها على عينيه. فدينيس بيقول لها ان هو كده بقى كويس. وبعد شويه البنات بتزهق وبيكونوا عايزين يمشوا، لكن دينيس بيحاول يخليهم يقعدوا. وفجاه بيسمعوا صوت بره، وبيطلع صوت كيفن اللي جاي لهم بالعربيه الهامر بتاعته، وبيكون مع اصحابه. ودينيس وريتش اول ما بيعرفوا ان كيفن جاي بيخافوا منه جدا، وبيخبط كيفن على باب البيت علشان يفتحوا له، لكن دينيس بيخاف ومش بيرضى يفتح له. فبيروحوا على الشبابيك عشان يدخلوا منها، لكن دينيس بيجري يقفل كل الشبابيك. ودينيس بيتفاجئ ان الباب الخلفي مفتوح، فبيدخل منه كيفن واصحابه. فبيبدا كيفن واصحابه يكسروا في البيت، فبيطلع دينيس وريتش على اوضه دينيس بسرعه، وبيدخلوا وبيقفلوا الباب على نفسهم. فبيلاقي دينيس عصايه بلاستيك، وريتش بيستخبى جوه الدولاب، وكيفن بيطلع وبيكسر باب الاوضه، وبيدخل وبيلاقي صوره بيس متعلقه في السقف. فبيتعصب جدا، فدينيس بيحاول يواجهه بالعصايه، لكن كيفن بيكسر ايدين الهيكل العظمي في الاوضه وبيبدا يضرب بيهم دينيس. ودينيس بيفضل ينده على ريتشي، فبيخرج من الدولاب وبيجري على شباك الاوضه وينط من الخوف. فبيس بتدخل عليهم، فبتشيل جمجمه الهيكل العظمي وبتضربها على دماغ كيفن، فعلى طول بيقع على الارض. فبيروح دينيس يرد من الشباك زي ما ريتش نط بالظبط. في الوقت ده بس بتشوف صورتها متعلقه في اوضه دينيس، ولكنها بتستغرب ليه دينيس معلقه صورتها في السقف. فبيبدا دينيس وريتش يهربوا من كيفن، ولكن كيفن بينده على كل اصحابه علشان يلحقوهم، وبيطلعوا كلهم يجروا ورا دينيس وريتش. فبتيجي بيس واصحابها علشان ينقذوهم، فبتخبطه بالغلط وبتطلب منه يركب بسرعه. بعدها بيجي ريتش وبيركب معاه، فبتجري بيس بسرعة بالعربية وهم معاها، فبيهربوا منهم، ولكن سواقة بيس برضه بتكون متهورة. فبيشكرها دينيس جدا علشان انقذته، فبتقول ان هي عملت كده عشان كيفن حبيبها ما يتسجنش ومش علشانه هو خالص. فبيطلب دينيس من بيس تليفونها عشان يتصل بأهله ويحكي لهم عن اللي حصل في البيت، ولكن ابوه مش بيرد عليه لسببين. الاول ان هو ما يعرفش رقم بس، والسبب التاني ان ابوه مش فاضي ومع امه في موضوع كده. فبيضطر دينيس يسيب لهم رسالة صوتية، ودينيس بينبه بيس ان كيفن بيتعقبها بالجي بي اس من خلال تليفونها. فبيس بتاخد التليفون وبترميه من شباك العربية. بعدها بيس بتدخل محطة بنزين عشان تشتري بيرة، وبينزل معاها دينيس. فبتلاحظ بيس ان دينيس وشه متعور، وبتقوله لازم تجيب له ادوية علشان الجروح دي. يروحوا يحاسبوا الكاشير، لكن الكاشير بيرفض يبيع لهم البيرة، وده لان سنهم غير قانوني لشرب البيرة او انهم يشتروها. فبتستخدم بيس طريقة تانية عشان تحاسب الكاشير، وساعتها الكاشير بيوافق. وهنا دينيس بيحس ان بيس سهلة جدا وافعالها بدأت تتغير. بعدها كلهم بيروحوا الغابة وبيولعوا نار وبيقعدوا يشربوا. بعدها بيروحوا للحفلة الكبيرة اللي فيها كل أصحابهم ودفعتهم، والحفلة دي بتكون في بيت واحدة اسمها فيلي. دي واحدة من اللي دينيس اتنمر عليها في الخطبة بتاعته. فدينيس بيكون متردد انه يدخل، لكن بيس بتقنعه بتقول ان هي اكيد مش هتكون زعلانة. فبيدخلوا الحفلة ودينيس بيروح يدور على الحمام، ولكنه بيتفاجئ بإكليك صاحبه وواحد تاني من اللي بيتريق عليهم. فبيسحبوا بيدخلوا الأوضة علشان يضربوا، ولكنه مش بيضربه، بيقعد في حضنه، وبتبدأ الصحوبية تتكون بينهم. وبعد كده بينزل دينيس لريتش، وبيقابلوا بنتين، واحدة اسمها بيتي وواحدة اسمها فيكتوريا، وبيقفوا مع دينيس وريتش. وبتكون بيتي معجبة بدينيس جدا، خصوصا بعد الخطبة اللي قالها. وبتقول فيكتوريا لدينيس ان كلامه اللي قاله في خطبة التخرج
كان جريء وحلو جدا وانه عجبها قوي. فبيتي بتسأل دينيس على الجروح اللي في وشه، فبيقولها ريتش ان كيفن هو اللي عمل فيه كده. فريتش بيكدب عليهم بيقول لهم لو عندكم وقت تعالى اوريكم عملنا في كيفن ايه في المستشفى، وده على اساس انهم ضربوا كيفن. فدينيس بياخد ريتش ويقول له كفايه كده احسن يجوا معانا بجد. فبيس بتشوفهم ماشيين فبتسألهم رايحين فين، فبيقولوا لها ان هم لازم يروحوا دلوقتي. وهنا بتشوفهم فيلي صاحبة البيت وصاحبة الحفلة، وبتستغرب من وجودهم جدا لان هي معزمتهمش، وبتسألهم هم بيعملوا ايه هنا. وبتكون وقتها واقفة مع كيفن، وفي نفس الوقت بيس بيكون متضايق من كيفن علشان خانها مع فالي. في الوقت ده كيفن بيلاحظ وجود دينيس وبيفرح طبعا ان هو لقى دينيس اخيرا. فبيروح كيفن واقف قدام دينيس، وبيجوا اصحابه بياخدوا دينيس وريتش عشان يضربوهم. ولسه كيفن هيضرب دينيس لكن بيظهر مدرب الالعاب في المدرسة وبيدخل بينهم ويفصل بينهم. فدينيس كان مفكر مدرس الألعاب جاي يدافع عنه، فبيتفاجئ بالمدرس وهو بيقول لهم إن الخناقة ليها أصول وإنها لازم تكون بشكل احترافي، فإنهم لازم يحطوا قواعد قبل ما يتخانقوا. فأول حاجة ممنوع العض، وتاني حاجة ممنوع الخربشة، واللي هيكسب في الخناقة دي هو اللي هيقدر يخلي التاني يفقد وعيه. ودينيس في الوقت ده بيكون خايف جدا من كيفن، فبينسحب بيقول ان هو الكسبان. بيقول اديك خدت بيس وهزقته قدام الناس كلها، وكمان هيعتذر له قدام الناس كلها. بس كيفن ما بيقبلش العرض وبيضربه بالبوكس وبيوقعه على الارض. وهنا زميله كريكا بيدخل في الوقت المناسب علشان ينقذ دينيس، فبيمسك كيفن وبيشيله وبيضربه، وبعدها بيخش على اصحابه وبيضربهم. فالمدرب لسه هيتكلم وبيقول له ده مش قانوني فبيضربه هو كمان. كيفن بيقوم تاني وبيحاول انه يضرب كريك وبيضربه فعلا بيوقعه على الارض. بعدها كيفن بيمسك دينيس تاني وبيضربه. في الوقت ده بيس بتقتحم البيت بالعربيه الهامر بتاع كيفن، فبتدخل بيها وبتقدر تنقذ دينيس، وبيكون معاها صاحبتها جيني ودريس وبتاخدهم علشان تهربهم. ودينيس بيكون خايف عليها جدا من اللي هي عملته لانها كسرت بيت بيلي وسرقت كمان عربيه كيفن. فبيس بتقوله يعني بدل ما تشكرها بيخوفها من حاجه هتحصل. وبتكمل بيس سواقه بتهور وبتوصل لمدرستهم وبتطلع بالعربية لسلم المدرسة، وبيكون معاها مفتاح باب المدرسة. فبتفتح الباب وبيدخلوا كلهم المدرسة وبيروحوا على صالة الألعاب الرياضية. وبتطلب بيس من دينيس وريتش إن هم يقعدوا على المدرجات، وبتبدأ بيس وأصحابها يعملوا عرض استعراضي. فبينزل ريتش يرقص معاهم. بعدها البنات بيروحوا الحمام علشان ياخدوا شاور، فبيروح وراهم ريتش برضه. ودينيس بيكون متردد لكنه في الآخر بيروح وراهم. وبيبدأ دينيس يغير هدومه في الحمام، وبياخدوا حاجاتهم كلها وبيهربوا بره المدرسة. وبيخرج ريتش لأصحابه، فبيلاقيهم واقفين مستنيينه فبيركبوا العربية كلهم وبيمشوا من المكان خالص. وهم في العربية بتعرف بيس ان دينيس بيحبها فعلا. لما بيفضح ريتش قدامها بيقول لها ان هو عارف تفاصيل حياتها كلها، وريتش بيقول لها ان هو اعترف له ان حفلة التخرج دي كانت فرصته الوحيدة عشان يعترف لها بحبه. وبيس بتقول لدينيس ان معظم البنات كانت بتحسدها علشان علاقتها بكيفن لكنها هي ما كانتش بتحبه. بعدها بيروحوا الكوخ في الغابة وبيبدأوا يشربوا مع بعض. بعدها بيس بتاخد دينيس وبيروحوا يتمشوا شوية وبيبدأوا يستمتعوا مع بعض بالمناظر الطبيعية. فبتحكي له بيس عن حياتها وهي صغيرة. فبيقعدوا على البحيرة وبيبدأوا يتكلموا مع بعض، وساعتها بيقربوا جدا لبعض ودينيس بيعبرها بكل حاجة حلوة جوه قلبه. وتاني يوم الصبح بتوصل بيت واصحابها للبيت، ودينيس بيكون ابوهم واقفين برا البيت، وابوه بيقول له اتمنى اكون انبسطت. فبيس بتسلم عليه قبل ما تمشي، وبتطلب من دينيس ان هم لازم يشوفوا بعض تاني، وبتحضنه. وبيس في الوقت ده بتكون مبسوطة جدا لانها لقت الانسان اللي بيحبها بجد، مش بيحبها عشان شكلها الحلو وخلاص. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم.